السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في خبر وحكاية. شفتوا طبعا يا جماعة الفيديو اللي انتشر على كل مواقع السوشيال ميديا للطفلة اللي قدامكم دي. الطفلة دي اسمها هايدي. هايدي كل حكايتها ببساطة يا جماعة، طفلة زي أي طفلة ماشية من قدام سوبر ماركت، معهاش إلا 5 جنيه في جيبها، يعني معهاش فلوس تاني خالص، معهاش إلا 5 جنيه. قالت هتشتري بيها كيس شيبسي تاكله زي اي طفله يا جماعه، طفله بريئه. اتصرفت بتلقائيه جدا وهي بتاخد كيس الشيبسي. لقيت جاي على المحل كده راجل، يعني على قد حاله، راجل بسيط وجميل. لقيته ان هو محتاج، راحت رجعت كيس الشيبسي لصاحب السوبر ماركت واديت له ال5 جنيه. بعد كده نده عليها صاحب السوبر ماركت، عشان شايفين وهي راجعه كده يا جماعه بعد ما ادت للراجل ال5 جنيه. الراجل ندلها عشان يقول لها ايه، شاف موقفها الجميل وشافها في الكاميرات لما عملت كده. ندلها عشان يقول لها خدي كيس شيبسي بدل اللي انت بتمنه اديتيه للراجل. ما رضيتش وقالت له شكرا يا عمو ومشيت. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الطفلة هايدي يا جماعة ربنا يحميها جدا جدا جدا. طفلة زي كده وتتصرف تصرف زي كده، ده مش من فراغ يا جماعة. ده ندعي كلنا للي رباها، للوالد والوالدة، الله يبارك بجد في اللي ربوها، وربنا يحميها ويحفظها. ويا رب يجعل ولادنا كلنا زي هايدي، ونشوف ولادنا زي هايدي في نفس تربيتها وفي نفس شعورها الجميل ناحية أي حد محتاج. طفلة جميلة بريئة يا جماعة، ما تعرفش لا كاميرات ولا تعرف يعني ايه، اتصرفت بتلقائية وعلى فطرتها. لقيت راجل محتاج، فضلته عن نفسها ان هي تاكل كيس الشيبسي، واخر 5 جنيه معاها رجعت كيس الشيبسي عشان تديه للراجل ده. ربنا يبارك يا هايدي بجد للوالد والوالدة، وربنا يبارك لك.